بيقولوا إن الأرض كانت زمان ومن البداية أرضهم، وإنها علشان كده حقهم. ولكن كلام في سرك، هي ولا أرضهم ولا حاجة، وهم نفسهم عارفين كده بس بيستهبلوا. وفي حلقة النهاردة هحكي لكم تاريخ مدينة القدس من البداية لغاية النهاردة. بس في البداية صلي على النبي وركز معايا. سنة 3000 قبل الميلاد أنشأ قوم من العرب كان اسمهم اليبوسيون. أنشأوا مدينة القدس علشان تكون عاصمتهم بسبب موقعها المتوسط بين البحر والنهر، وحصنوها بسور من جميع الجهات، وأطلقوا عليها اسم يبوس. ويقال إن الملك اللي كان بيحكمها هو اللي خطط لبنائها، وهو برضو اللي استقبل سيدنا إبراهيم عليه السلام لما راح لفلسطين. وده اللي أكدته كتير من وثائق تل العمارنة الموجودة في المتحف المصري، واللي أكدت كمان إن العرب كانوا بيشكلوا الأكثرية فيها طوال عهود التاريخ، لأنهم سكان المدينة الأصليين. ومن سنة 1300 قبل الميلاد لسنة 63 قبل الميلاد تعرضت المدينة للغزو والاحتلال والتدمير، وشهدت أحداث مهمة جدا خلال الفترة دي. فاحتلها كتير زي المصريين القدماء والأشوريين والبابليين والفرس واليونان لغاية سنة 63 قبل الميلاد. احتل الرومان القدس وأصبحت تحت الحكم الروماني اللي استمر حوالي 700 سنة. خلال الفترة الكبيرة دي حصلت كتير من الأحداث المهمة، زي ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، واللي بدأ معاها التقويم الميلادي، وانتشرت الديانة المسيحية. وفي سنة 335 ميلاديا قام الرومان ببناء كنيسة القيامة. ولكن سنة 395 انقسمت الإمبراطورية الرومانية نهائيا لإمبراطوريتين، وهما روما وبيزنطة، وبقت القدس تابعة للإمبراطورية البيزنطية. ولكن الانقسام ده أدى لضعف الحكم الروماني، وفي سنة 614 ميلاديا قدر الفرس إن هم يسيطروا على القدس، وفضلت تحت حكمهم لغاية سنة 629 ميلاديا، وبعدها قدر الرومان يستردوها مرة تانية وترجع القدس للحكم الروماني، وفضلت تحت حكمهم لغاية سنة 336 ميلاديا. ودي السنة اللي حصل فيها أول فتح عربي لمدينة القدس، وده كان في 13 رمضان سنة 15 هجريا، الموافق 18 أكتوبر سنة 636 ميلاديا، وده كان في عصر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لفلسطين قام الرومان بتسليمه مفاتيح القدس بدون قتال، لأنه كان مذكور بكل صفاته وهيئته عندهم في كتابهم المقدس. وقتها سيدنا عمر بن الخطاب أعطى للمسيحيين الأمان والحرية في عباداتهم وشعائرهم الدينية. وبعدها اجتمع مع والي القدس واتفقوا على صلح القدس، وكتب سيدنا عمر بن الخطاب ما يعرف بالعهدة العمرية اللي سطرها التاريخ بحروف من نور، وأجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلت القدس تحت الحكم الإسلامي لمدة 4 قرون، ولكن بعدها حصلت الهجمات الصليبية واحتل الصليبيين القدس، فحصل بعدها الفتح الثاني لبيت المقدس اللي كان على إيد صلاح الدين الأيوبي لما دخل فلسطين، وقامت الحرب بينه وبين الصليبيين اللي خافوا من قوة المسلمين وجيش صلاح الدين، وطلبوا منه إن هم يستسلموا وتنتهي الحرب. ولكن رفض صلاح الدين الاستسلام ده، وبعد فترة وافق على مغادرة الصليبيين بيت المقدس دون حرب، ولكن بشرط ألا يعودوا مرة أخرى. ولكن بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي اختلف أبنائه على الحكم، وده أدى لتمزق الدولة وإضعافها لأنها دخلت في صراعات متلاحقة. فاستغل الصليبيين الفرصة وخرقوا الهدنة ووسعوا مملكتهم واحتلوا القدس مرة تانية، لغاية ما حصل الفتح الثالث للقدس لما بدأ المماليك بقيادة الظاهر بيبرس والأشرف قلاوون حملة لتطهير بلاد المسلمين من الصليبيين، وبالفعل قاموا بتحريرها جميعا سنة 1261 ميلاديا بقيادة الملك الأشرف قلاوون سلطان المماليك. وكانت دي الواقعة اللي أنهت على وجود الصليبيين في القدس وفي بلاد المسلمين بشكل عام. وتولى المماليك الحكم واهتموا بالقدس وأنشأوا فيها العديد من الزوايا والمدارس والمساجد، واستمر حكم المماليك لغاية سنة 1516 ميلاديا، وبعدها خضعت القدس لحكم الدولة العثمانية واللي استمر أكتر من 400 سنة لغاية بداية القرن العشرين. وبعدها أعلنت بريطانيا الانتداب على فلسطين، وكمان فرضت قوانين سهلت تهجير اليهود من مختلف بلاد العالم لفلسطين، ومهدت لاستيلائهم على أرضها وطرد أهلها منها، وده عن طريق إعطائهم وعد بلفور، واللي أطلق عليه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وبعدها
سنة 1948 حصلت نكبة فلسطين وتم هزيمة العرب، وفي عام 1950 أعلنت إسرائيل إن القدس الغربية عاصمة ليها، ونقلت الكنيست ومقر الحكومة ليها، وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1967 ميلاديا. وقامت إسرائيل بالاحتلال الكامل للمدينة، وهدمت السور وصادرت أراضي العرب شرق القدس وضمتها للقدس الغربية، وهدمت المباني وأقامت مباني جديدة يسكنها اليهود، وحلت مجلس أمانة مدينة القدس العربي. وبعدها صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2253، واللي بينص على اعتبار الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ويجب إلغائها. وطبعا إسرائيل ما نفذتش وكملت في قراراتها وفي استيطانها. وفي سنة 2000 اشتعلت انتفاضة الأقصى، وده بعد اقتحام أرييل شارون رئيس حزب الليكود المعارض وقتها للحرم القدسي الشريف بحراسة 3000 جندي إسرائيلي، ودنسوه بالأحذية. واستمرت أعمال الاستيطان والمذابح الإسرائيلية للفلسطينيين لغاية يومنا ده. ولكن معركتنا مع اليهود مش هتنتهي أبدا إلا بتحرير القدس من الصهاينة، ودي إحدى علامات الساعة اللي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. القدس كانت وما زالت القضية الأولى لجميع العرب على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم وقضاياهم وعبر العديد من الأزمان. اعملوا شير كتير للفيديو ووروه لولادكم علشان يبقوا دايما فاكرين تاريخ القدس وعارفين إنها عربية من البداية، وكمان علشان يفضلوا دايما فاكرين القضية الفلسطينية، ويكونوا دايما متأكدين إن فلسطين بتاعتهم مش بتاعت اليهود زي ما بيقولوا، لأ، دي بناها عرب وهيحررها العرب قريب بإذن الله. السلام عليكم.